بسم الله الرحمن الرحيم. خير الكلام مقل وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد بن عبد الله، أما بعد. النهاردة من الله موعدنا مع محاضرة جديدة في مادة، أو أول محاضرة أنزلها عندي في مادة الكيمياء. Advanced Chemistry. على العموم يعني كيمياء إعدادي هندسة. آه، هديك النهاردة شوية حاجات في المحاضرة، مش هشرح المحاضرة كلها لأن اهم حاجات في المحاضره انا عايز اعرف عمليه الاكسده، عمليه الاختزال، الخلايا الالكتروليتيه والخلايا الجلفانيه، فهشرحهم لك دول لان هم دول اصلا 99% من المحاضره وتطبيقات على كل واحده فيهم. تمام. ففي البدايه مثال صلى الله خير الانام سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. يلا بينا. وعايز اقول لك الكلام الموجود ده، يعني انا شرحت المحاضره بس حصل مشكله في التصوير وكده، فعدتها تالت مره يعني. فيلا بينا. يلا بينا يا هندسة. تمام. اول حاجة عندك شوية تفاعلات كيميائية لازم اكون عارف. طبعا دي معادلة كيميائية، لازم اكون عارف انواع التفاعلات الكيميائية. فاول حاجة عندك كان عنصر مغنيسيوم مع عنصر اكسجين، اعطاك ايه؟ اعطاك اكسيد المغنيسيوم. فعنصر مع عنصر اخر اعطاك مركب اسمه تفاعل تكوين. اسمه تفاعل ايه؟ تفاعل تكوين. مالكش دعوة بالمسميات طبعا، بس انا بشرحها لك كده ايه للعلم. معاك هنا وهنا في غلطة في المعادلة، يعني هو هنا لك H2O2 وعطينا ضربنا في اتنين، عم أربعة H وأربعة O2، عطاك هنا اتنين O، يبقى ده مية عادية بس ال O2 دي زيادة، يبقى H2O. هنا طلع لك H2 ذرة أو جزيء أو جزيء هيدروجين زائد جزيء أكسجين زائد ذرة أكسجين. O2 لأ، تمام O2 تمام. جزيء أكسجين. تمام. تمام. فهنا اعطاك مركب، المركب ده نتج عنه ايه؟ نتج عنه اكسجين وهيدروجين. فالناتج ده حاجه واحده عطتني كام حاجه؟ عطتني حاجتين، اسمه تفاعل تحليل. حللت المركب لعنصرين. تمام. تمام. نخش على كده، ده برضو تفاعل تكوين. تمام. ما علينا، حاجات مالهاش لازمه، بس يعني انا بقول لك للمعرفه فقط. ده اسمه تفاعل احلال بسيط، لان شلت عنصر حطيته مكان عنصر تاني. هنا كان كلوريد النحاس، حطينا الزنك او الخرسين مكان ايه؟ مكان النحاس، والنحاس طلع بره. ليه؟ لان النحاس يميل الى الفقد اكثر من الايه؟ اكثر من النحاس. الخرسين يميل الى الفقد اكثر من النحاس، لان السالبية بتاع النحاس اكبر. يعني ايه سالبية؟ يعني قدرتي على جذب الالكترونات الي اكبر. تمام. تمام. يعني الخرسين اقل في جذب الالكترونات، يعني انه اللي عايز يفقد الخرسين، النحاس عايز يكتسب. فالخرسين لانه عنده قدرة اكبر، فالخرسين دخل مكان النحاس وطلع النحاس بره. النحاس بقى لا فاقد ولا مكتسب، والخرسين بقى فاقد الكترونات. تمام. تمام. اسمه تفاعل احلال بسيط. ده تفاعل اسمه احلال مزدوج. ليه بقى؟ لان هنا ان ايه راحت مكان الاي جي، والاي جي راحت مكان الان ايه. بقى عندك كلوريد الفضة، نترات الصوديوم. تمام. تمام. خش على الحتة دي. يعني عندك حاجة اسمها عملية الأكسدة وعملية الاختزال. تمام. تمام. عندك مثلا طبعا كلنا عارفين انه ده اسمه الصوديوم. تمام. ان ايه ده؟ ايه ده؟ ان ايه. طبعا كلنا عارفين ان الذرة متعادلة كهربائيا. يعني ايه متعادلة كهربائيا؟ يعني عدد البروتونات الموجبة يساوي عدد الايه؟ عدد الالكترونات السالبة. يعني الالكترونات مالها؟ الكترونات سالبة. تمام. يعني دي المفروض لو هكتب فوقها شحنتها كام؟ شحنتها صفر، لان موجب السالب، فاكتب هنا صفر. فعوضا ما بكتبش حاجة. تمام. لو انا عايز الصوديوم ده يفقد الكترونات، هقول زائد. هقول زائد ولا ايه؟ لا، معايا صوديوم عادي عايز يفقد الكترونات، هطلع منه الكترون. هطلع منه ايه؟ الكترون. هكتب كده الكترون، وطبعا الالكترون شحنته ايه؟ شحنته سالبه. تمام. تمام. فانا كنت صفر، طلعت مني سالب، يبقى ايه اللي بقى اكتر عندي؟ السالب ولا الموجب؟ انا خدت منك سالب، يبقى عندك موجب اكتر. بقى عندي موجب اكتر. الموجب اكتر من السالب بقد ايه؟ الموجب اكتر من السالب بواحد. ليه بقى؟ لان انا طلعت الكترون واحد، لو طلعت اتنين الكترون كنت هكتب هنا موجب اتنين. تمام. تمام. فالمفروض اكتب موجب واحد. واحد ما بيتكتبش، يعني لو موجب اتنين كنت هكتب اتنين، لو موجب تلاته كنت هكتب تلاته، انما الواحد بكتب موجب بس. تمام. تمام. ده ايه؟ ده
ذرة صوديوم فقدت الكترون اصبحت ايون صوديوم، يعني اللي فوقيه اشارة موجب او سالب اسمه ايون، ولكن يختلف لو انا فقدت اسمه ايون ايه؟ ايون موجب. لو انا اكتسبت ايون سالب. تمام تمام. طب ماذا تسمى عملية الفقد؟ عملية الفقد في الكيمياء تسمى عملية أكسدة. أكسدتني يعني خدت مني إلكترونات. عملية أكسدة. تمام تمام. طب لو معايا كلور Cl، الكلور ده بيميل إلى الاكتساب، يعني عايز ياخد إلكترونات، عايز ياخد إلكترونات. خليها كده. عايز يبقى إيه؟ عايز يبقى Cl خد إلكترونات، هو كان صفر، خد إلكترونات يعني زاد عنده إيه؟ زاد عنده السالب، يبقى هنكتب هنا إيه؟ سالب. طب الالكترون ده المفروض احط هنا الكترون احط هنا الكترون. لو جبت هنا الكترون يعني كده في الكترون هنا وفي الكترون هنا، اتنين الكترون، يبقى كده دي غلط. فانا عشان اخبط على ده احط هنا الكترون. يعني انا كان معايا ايه؟ كان معايا كلور، حطيت له الكترون، اعطاك كلور مع الكترون السالب دي، يعني في الكترون زياده. السالب ده يعني في الكترون زياده. لو حطيت هنا اتنين الكترون يبقى ايه؟ يبقى هنا في موجب اتنين، يبقى سالب اتنين قصدي. تمام تمام. عملية الاكتساب في الكيمياء تسمى عملية اختزال. اسمها ايه؟ اختزال. تمام يا هندسة. تمام يا هندسة. تعرفنا على عملية الاختزال. يعني ايه اكسدة؟ يعني فقدت الكترونات. يعني ايه اختزال؟ يعني اكتسبت الكترونات. تمام تمام. والصفحة دي بتشرح لك عملية الاكسدة وعملية الاختزال اهو. كان ان ايه؟ طلع هناك ان ايه موجب. يعني ايه ان ايه موجب؟ يعني فقد الكترون. هنا سي ال عدد الالكترون اعطالك ان ايه؟ سي ال سالب. تمام تمام. ودي الشرح بالكلام يعني. تمام تمام. نخش بعد كده على ايه؟ على الخلية الالكتروليتية والخلية الجلفانية. ناخد الخلية الجلفانية لو مما تتكون الخلية الجلفانية، تتكون من وعاءين. هنرسم وعاءين كده. تمام تمام. الخلايا الجلفانية دي بنستخدم مركب كبريتات النحاس ومركب كبريتات الخرسين. كبريت الخرسين وكبريت النحاس SO4. تمام. ففي المركب ده الخرسين ذات ان، الخرسين. فهنا هندسة ايه؟ هنا عندك الخرسين موجب اتنين وعندك النحاس موجب اتنين، فهحط هنا خرسين ذات ان موجب اتنين، واحط هنا ايه؟ واحط هنا نحاس يو موجب اتنين. دي مكونات الخلية الجلفانية. عندك شريحة من النحاس وشريحة من الخرسين، هنوصلهم بسلك. طب هي الخلايا الجلفانية دي بتعمل ايه؟ بتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية. وكده صح صح معايا. بتعمل تحول كيمياء إلى كهرباء، تحول طاقة كيميائية إلى طاقة كهربية. تمام تمام. فأنا عشان أنقل الكهرباء تحتاج ايه؟ تحتاج موصل تنتقل فيه. هنوصلها بسلك اهو. تمام تمام. وبعدين محتاج حاجة تنتقل في السلك دي، محتاج ايه؟ محتاج الكترونات. فالالكترونات، فانا معايا الكترونات. هل الالكترونات تنتقل من النحاس الى الخرسين ام العكس؟ الالكترونات يا باشمهندس تنتقل من الخرسين الى النحاس. ليه بقى؟ لان قلت لك انه ايه؟ الخرسين عنده قابلية للفقد اكبر من النحاس. الخرسين بيحب يفقد، النحاس بيحب يكتسب. فهي اصلا الحته دي بتعتمد على ايه؟ تعتمد على حاجه اسمها السلبيه الكهربيه. وتعريف السلبيه الكهربيه هي قدره العنصر على جذب الكترونات. السلبيه الكهربيه هي قدره العنصر على جذب الالكترونات. لما اقول لك السالبيه الكهربيه بتاع النحاس اكبر من السالبيه الكهربيه بتاع الخرسين، يعني قدرة النحاس على جذب الالكترونات اكبر من قدرة الخرسين على جذب الالكترونات. يعني الالكترونات هتمشي من فين لفين؟ الالكترونات هتمشي من هنا لهنا.
تمام تمام. فانا هيفضل معايا حاجه، هيفضل معايا ايونات في الموضوع، هيفضل معايا هنا ايونات النحاس وايونات الخرسين. فانا عايز اتخلص من الايونات دي، هعمل ايه؟ هوصل حاجة هنا اسمها القنطرة الملحية. اسمها ايه؟ اسمها القنطرة الملحية. ليه؟ لكي تتخلص من الايونات. طب اتخلص منها ازاي؟ احط لها مركب وليكن مثلا كي ان او 3. ما اسم هذا المركب؟ ما اسم هذا المركب؟ اسم المركب ده نترات، نترات البوتاسيوم. تمام. نترات الايه؟ نترات البوتاسيوم. بتعمل ايه؟ بتتخلص من الايونات الموجودة في الالكتروليت. تمام تمام. على السريع تاني، الخلية الجلفانية ماذا تفعل؟ تحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية. مما كيف تتكون؟ تتكون من الكتروليت يسمى كبريتات النحاس وكبريتات الخرسين. فمن ده هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك نحاس موجب. لما ده يشتغل، يعني لما نعمل ده تفاعل، هديك نحاس موجب وكبريتات سالب. تمام. فالكبريتات ده عنصر متفرق، فكك منه، فكك منه هنا وهنا. هتبقى لي خرسين موجب اتنين ونحاس موجب اتنين دخلوا في التفاعل، يعني هتبقى لي هنا نحاس موجب اتنين وخرسين موجب اتنين. تمام. انا عايز انقل الكترونات، فالالكترونات محتاجه سلك ومحتاجه حاجه تمشي فيها. فحطيت سلك بين شريحه النحاس وشريحه الخرسين. تمام تمام. انا عندي ايونات النحاس وايونات الخرسين الاتنين موجب، ايهم يكتسب الالكترونات؟ تمام تمام. من الذي يكتسب الالكترونات؟ الذي يكون له سالبيه اكبر. اللي له سالبيه اكبر مين؟ النحاس. يعني ايه سلبية اكبر؟ يعني قدرته على اكتساب الالكترونات او على جذب الالكترونات تكون اكبر. يعني النحاس يكتسب والخرسين هيعمل ايه؟ هيفقد. طب لما النحاس يكتسب، الشريحة بتاعته ايه اللي يجرى لها؟ هتقعد تكبر تكبر تكبر. تمام تمام. الخرسين هيفقد، برافو عليك، هتقعد ايه؟ الشريحة بتاعته هتصغر. تمام تمام. محتاج اعرف ثلاث حاجات: ايهم سالب وايهم موجب وايهم كاسود وايهم انود وايهم يحدث عنده عملية اكسدة وايهم يحدث عنده عملية اختزال. طب تعالى اقول لك حاجة. قلنا الخرسين زد ان، انت اللي هتجاوب مش انا. خرسين بيجرى له ايه؟ بيفقد الكترونات، بنطلع منه اتنين الكترون وبنكتب زد ان موجب اتنين. زائد ان موجب اتنين. انا قلت لك يا هندسة لما افقد الكترونات دي اسمها عملية اكسدة. لما افقد الكترونات اسمها عملية اكسدة. تمام تمام. اي حاجة فيها موجب اكسدة. يعني الموجب بيزيد، هنا الموجب كان صفر اصبح موجب اتنين، يبقى ده ايه؟ يبقى دي عملية اكسدة. طب لو مثلا سؤال مش هنا بس هو يعني فكرة حلوة، ذات ان كان موجب اتنين، كان موجب واحد، اصبح زودنا عليه الكترون اصبح ايه؟ ذات ان موجب اتنين. حاجه احسبها اقول ده موجب وده موجب، ما فيش عمليه اكسده ولا في عمليه اختزال. اقول لك تاخد صفر قد كده. ليه بقى؟ لان كان موجب واحد وهنا موجب اتنين. الموجب زاد، طالما الموجب زاد يبقى برضه حصل فقد، يبقى حصل فقد. يبقى ده اصبح ايه؟ ده اصبح يحدث له عمليه اكسده. ما علينا، نرجع لمرجوعنا. الخرسين اصبح موجب، يبقى يحدث له عمليه اكسده، يحدث له عمليه اكسده. وعملية الأكسدة دائما وأبدا مرتبطة بالأنود. اللي بيحدث له عملية أكسدة هو الأنود. اللي يحدث له عملية أكسدة الأنود، يحدث له عكس بقى يحدث له عملية اختزال هو الكاثود. طب والموجب والسالب؟ الإلكترونات بتنتقل من فين لفين؟ فين الرسمة اللي كنا راسمينها اهي؟ الإلكترونات تنتقل من الخرسين، تنتقل من هنا لهناك. يبقى هنا سالب وهنا موجب. تمام تمام. يبقى خليك ايه؟ احفظها لك عشان لو نسيتها خليك فاكرها. اغنيه تحفظها، والله حافظها من 3 سنين. بيقول لك ايه؟ انود اكسده سالب خرسين. انود اكسده سالب خرسين، انود اكسده سالب خرسين. على طول كررها مره ورا مره تلاقي نفسك حفظتها ماشي تغنيها في الشارع. انود اكسده سالب خرسين، انود اكسده سالب خرسين. تمام. هتحفظ التاني يا باشمهندس؟ لا،
ليه؟ لان لو جالي سالني على النحاس بيحدث له عمليه اكسده ولا اختزال، خليك فاكر انا انود اكسده سالب خرسين، الخرسين بيحصل له اكسده ولا اختزال؟ اكسده، يبقى النحاس بيحصل له عكسه، بيحصل له ايه؟ يحصل له اختزال. طب النحاس عنده موجب ولا سالب؟ خد موجب ولا سالب؟ انود اكسده سالب خرسين، الخرسين بيحصل له سالب، يبقى النحاس بيحصل عنده موجب. تمام. النحاس كاسود ولا انود؟ عندك هناك انود اكسده سالب خرسين، يبقى ايه؟ الخرسين انود، يبقى النحاس عكسه كاسود. تمام تمام. دي الخليه الجلفانيه. طب لو دخلنا على الخليه الالكتروليتيه، ايه الاختلاف بين الاثنين؟ انا قلت لي تحول الطاقه الكيميائيه الى طاقه كهربيه، هناك العكس. بس دي اسمها عمليه ايه؟ اسمها عمليه تفريغ. هناك العكس، تحول الطاقه الكيميائيه، تحول الطاقه الكهربائيه الى طاقه كيميائيه. ليه؟ لان دي يا باشا ده هيفضل يصغر يصغر لحد ما يختفي خالص. فهل يتم العمليه؟ لا تتم العمليه بدون شريحه الخرسين. فهنعمل ايه؟ نريد ان نكون شريحه الخرسين مره اخرى، فنعمل لها عمليه عكسيه، تنتقل الالكترونات الى الخرسين ليتم شحن البطاريه، ليتم اكمال العمليه. تمام تمام. انا بقول كلام زي العسل. ما علينا. يبقى الخلية الإلكتروليتية مالها؟ عكس الخلية الجلفانية، تحول الطاقة الكهربية إلى طاقة كيميائية. والله شاعر. الخلية الإلكتروليتية عكس الجلفانية، تحول الكهربية إلى إيه؟ إلى كيميائية. تمام تمام. إيه الاختلاف؟ هناك نقول أنود أكسدة سالب خرسين، الاختلاف الوحيد هنقول أنود أكسدة موجب خرسين، هنقول أنود أكسدة إيه؟ موجب خرسين. وهناك طبعا كاسود اختزال سالب نحاس، كاسود اختزال، كاسود كاسود اختزال سالب نحاس. تمام تمام. خلصت؟ اه والله خلصت. الدنيا سهلة وبسيطة ودرس لوز اللوز يعني. تمام تمام. فأنا عايز أعرف تطبيقات يا عم، تطبيقات على الخلية الجلفانية زي البطارية يا عم. طب أنا عايز تطبيقات على الخلية الإلكتروليتية، ولا هتكروتني فيها؟ لا مش هكروتك فيها. هديك تجربة على الخلية الجلفانية، على الإلكتروليتية معذرة. دي متساوية، دي ترتيب العناصر حسب السالبية الكهربية، اللي فوق أعلى في السالبية لحد ما تنزل تحت. تمام تمام يا هندسة. أهو يا عم معايا بطارية أهي، كهرباء، تحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة كيميائية. بيقول لك عايز أدهن الشوكة دي إيه؟ بالفضة. دول ناس معاهم فلوس يا عم، عايزين يدونا بالفضة. تمام تمام. بعمل إيه؟ معذرة على الكتابة، والله أنا شرحتها 3 مرة قلت لكم ادعوا لي. تمام. هتقول لي ايه ده هندسه؟ هقول لك هشرح لك يا قلب الهندسه. تمام. ما علينا. هنا قلنا الخليه الالكتروليتيه انود اكسده، بنحط السالب بنحط موجب خرسين. ما علينا، موجب خرسين او موجب فضه، موجب اي عنصر تاني. ماشي ماشي. يعني ايه اكسده؟ يعني بيحصل عندي فقد في الالكترونات، يتحول من ذره الى ايون موجب. تمام تمام. ده كان عندي فضه، ماذا حدث له؟ فقد الكترونات، اصبح ايون فضة، اسمها عملية اكسدة. تمام تمام. والشوكة دي بيحصل لها ايه؟ الشوكة دي يا باشا بيبقى عندها ايونات فضة، اي جي موجب، بيجرى لها ايه؟ بتكتسب الكترونات، تصبح ذرة فضة. يعني بيحصل عندها اكتساب، يعني يبقى عندها عملية اختزال. تاني تاني يا باشمهندس، انا قلت انود اكسده موجب، انود اكسده موجب. فين الانود؟ اهو الانود. طالما بيحصل عمليه اكسده حتما ولا بد جنبيها انود، اكسده انود، اكسده انود، اكسده انود. تمام. والالكتروليتيه موجب، الجلفانيه سالب. اهي اكسده انود موجب. تمام. اختزال كاثود سالب. تمام تمام. وبيتم طلاء هذه الشوكة بالفضة. تمام تمام. يا رب بس المحاضرة تكون بتسجل وما يكونش فيها مشكلة، وإن شاء الله يعني ربنا معانا ومعاكم، وأتمنى أكون فدتكم ولو بمعلومة بسيطة. وفي النهاية ما تنساش صلى على خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. استودعكم الله، وكان معكم باشمهندس فارس عبد الهادي. السلام عليكم.